تعالوا نشوف مع بعض اهم قاعدة محاسبية في علم المحاسبة المالية. اهم قاعدة محاسبية في علم المحاسبة المالية هتحدد انت محاسب مالي شاطر ولا لا. عشان تبقى محاسب مالي شاطر القاعدة اللي احنا هنقولها دي لازم تبقى مفهومة كويس جدا. القاعدة دي هنستخدمها في تسجيل المعاملات المالية. اذا سجلنا معاملات مالية صح اللي جاي كله هيبقى مبني على اساس سليم. بالمناسبة المحاسب المالي في الشركة دلوقتي في شركة بتشتغل نظام حسابات على الكمبيوتر هو دوره الحتة دي والباقي الكمبيوتر بيعمله. اذا هو غلط في الحتة دي يبقى الكمبيوتر يعمل كل الشغل اللي جاي غلط. المحاسب المالي عليه ان هو يحدد الحتة دي بالظبط ويقول للكمبيوتر مين مدين ومين داين والكمبيوتر يعمل الشغل كله اللي جاي. قاعدة بتقول المصروفات والاصول. المصروفات اللي بتستخدم في تحديد نتيجة الاعمال والاصول اللي بتستخدم في تحديد المركز المالي حسابات طبيعتها مدينة. الايرادات اللي بتستخدم في تحديد نتيجة الاعمال والخصوم وحقوق الملكية اللي بتستخدم في تحديد المركز المالي حسابات طبيعتها داينة. تاني المصروفات والاصول طبيعتها مدينة. مصروفات واصول مدينة. ايرادات خصوم حقوق ملكية تبقى داينة. مصطلحين مهمين جدا في المحاسبة المالية، مدين وداين. مدين وداين يعني ايه مدين ويعني ايه داين؟ تمام. مثال يوضح. قابلتك يا ضحي في مكان ما وبعدين اكتشفت ان انا نسيت محفظتي في البيت وفيها كل فلوسي. فانا عايز اعزمك على حاجة ساعة او اغديك يعني ما تقلقش يا باشا. بحط ايدي في جيبي ما لقيتش فلوس ما لقيتش المحفظة. مش مشكلة. تمام. قلت لك يا ضاحي سلفني 100 جنيه. اخذت منك 100 جنيه. اصبحت انا مديون لك بال100 جنيه وانت دايني بال100 جنيه. يعني معنى كده ان اللي بياخد حاجة بيبقى مدين بيها. اخدت من ضاحي 100 جنيه بقيت مدين له ب100 جنيه. ضاحي اعطاني 100 جنيه يبقى ضاحي دايني ب100 جنيه. طب ليه المصروفات والاصول مدينة؟ لانها دايما بتاخد فلوس من المشروع. عشان تسدد مصروفات، عشان تدفع فاتورة كهرباء، عشان تدفع مرتبات للعاملين، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هتاخد فلوس من المشروع. ناخد فلوس من المشروع ونسدد بيها المصروفات دي. يبقى اذا المصروفات هنا هتاخد فلوس من المشروع ولا هتدي؟ تعطي المشروع ولا بتاخد؟ بتاخد. والاصول نفس الكلام، هنشتري اراضي، هنشتري مباني، هنشتري بضاعة، كل ده هياخد. كل دي ايه؟ حسابات آخذة، وبالتالي تبقى مدينة. طب وليه الايرادات والخصوم وحقوق الملكية حسابات داينة؟
لانها حسابات بتعطي، حسابات عاطية. الايرادات بعنا بضاعة جابت فلوس، جابت في المشروع فلوس، بعنا بضاعة خدنا ثمنها حطيناها في المشروع، يبقى الايراد هنا عمل ايه؟ اعطى المشروع ثمن بيع البضاعة، حساب عاطي يبقى داين. الخصوم وحقوق الملكية، الخصوم اتفقنا ان هي قروض يحصل عليها المشروع من الغير، يبقى الخصوم عبارة عن ايه؟ فلوس الغير اداها للمشروع بحساب عاطي. حقوق الملكية رأس المال اللي اودعه صاحب المشروع في المشروع، صاحب المشروع اعطى المشروع فلوس، فدي كلها حسابات عاطية تعطي، فبالتالي تبقى حسابات داينة. واضح؟ واحد ولا اتنين؟ واحد يعني واضح، اتنين يعني مش واضح. تمام؟ ها والباقي لسه احنا 5 6. ها مدحت تمام، واضح واضح. مصطفى تمام. جست 87 لسه ما غيرش اسمك. يحيى، ايمان تمام. تمام شباب. يبقى اذا الاصول، المصروفات والاصول حسابات مدينة لانها دايما حسابات اخذة. الايرادات والخصوم وحقوق الملكية حسابات داينة لانها في المعتاد بتبقى حسابات عاطية. القاعدة بقى بتقول ايه؟ لسه ما دخلناش في القاعدة، احنا كل ده تمهيد للقاعدة. القاعدة بتقول ايه بقى؟ دي القاعدة: زيادة المدين مدين ونقص المدين داين، وزيادة الداين داين ونقص الداين مدين. اشرح وفسر. زيادة المدين مدين ونقص المدين داين. المصروفات والاصول حسابات مدينة، هي دي اللي بنخاطبها في النص الاول من القاعدة. المصروفات والاصول حسابات مدينة، واحنا بنقول ايه؟ زيادة المدين ونقص المدين. بنخاطب المصروفات والاصول. زيادة المصروفات والاصول يجعلها مدينة، ونقصها بيجعلها دينة. بمعنى اذا اشترينا اراضي يبقى الاراضي اصل زاد، اخذ من المشروع فلوس عشان نشتري البضاعة. الاراضي خدنا فلوس من المشروع دفعناها لثمن البضاعة. تمام؟ يبقى زيادة الاراضي، زيادة الاصول جعلها مدينة، اخذت. طيب ولو نقصت معناها ان احنا بعنا الاراضي دي فجابت للمشروع فلوس، اعطت المشروع فلوس، هي العطية هنا دينة. بس المعتاد ان المصروفات والاصول بتبقى ايه؟ اخذت اكتر ما ادت، ده في المعتاد، وبالتالي بيبقى الطبيعة النهائية ليها انها مدينة. دي القاعدة اللي احنا قلناها في الاول. يبقى زيادة المدين مدين ونقص المدين بيجعله العكس بقى داين. الايرادات والخصوم وحقوق الملكية حسابات داينة، فلما تزيد تبقى داينة ولما تنقص تبقى مدينة. العكس. الايرادات الخصوم وحقوق الملكية حسابات داينة، فلما تزيد تبقى داينة ولما تنقص تبقى مدينة. بمعنى الحساب لما يزيد ياخد طبيعته، المدين لما يزيد يبقى مدين، والدين لما يزيد يبقى داين، والحساب لما ينقص ياخد طبيعة عكس طبيعته الأصلية. بمعنى الحسابات المدينة لما تنقص ما تبقاش مدينة برضه، تبقى داينة. الإيرادات والخصوم وحقوق الملكية لما تزيد هي في الأصل داينة، لما تزيد تبقى ايه؟ لما تزيد تبقى ايه يا شباب؟
مصطفى ركز، الايرادات والخصوم وحقوق الملكيه حسابات طبيعتها داينه، لما تزيد تبقى داينه ولما تنقص مدينه. تمام. لا داينه لا يا 87 تاني 87. طيب وبالتالي القاعده بقى نصيغها في شكل بسيط. المصروفات والاصول طبيعتها مدينه، لما تزيد تاخد طبيعتها تبقى مدينه، ولما تنقص تاخد الطبيعه العكسيه تبقى داينه. المصروفات والاصول طبيعتها مدينه، عند الزياده بتبقى مدينه وعند النقص بتبقى داينه. الايرادات والخصوم وحقوق الملكيه طبيعتها داينه، لما تزيد تبقى داينه تاخد طبيعتها، ولما تنقص تاخد الطبيعه العكسيه تبقى مدينه. كده القاعده واضحه؟ واضحه واحد مش واضحه اتنين. واضحه واضح. تمام شباب مركز. احنا الصبح، احنا في مصر، الناس اللي من مصر يعني احنا صباحا، فالدنيا ايه لسه فريش. تمام. افهم بقى القاعده دي كويس جدا وخليها معاك وانت بتحلل اي معامله ماليه، عشان هو ده شغل المحاسب المالي. لو اخطأ في الحته دي يبقى مصيره يروح المشروع اللي نزل لقاع المحيط يشتغل فيه، لان هو اللي غرق المشروع ده. اللي يفهم القاعده دي كويس جدا يبقى محاسب مالي شاطر. في قاعده تانية يا ايمان، في قاعده تانية ايوه، بس دي القاعده الاساسيه. تمام. زياده المدين مدين ونقص المدين داين، وزياده الداين داين ونقص الداين مدين. القاعده الثانيه قاعده الاخذ والعاطي. تمام. القاعده دي ملهاش اي استثناءات. الاصول والمصروفات تمام عند زيادتها بتبقى مدينه وعند نقصها بتبقى داينه. الايرادات والخصوم وحقوق الملكيه عند زيادتها تبقى داينه وعند نقصها تبقى مدينه بدون اي استثناءات. قاعده ليس لها استثناءات. واضح يا ايمان؟ تمام. دليل الحسابات لازم بقى يقسم لنا الحسابات زي ما اتفقنا الى اصول وخصوم وحقوق ملكيه عشان تحدد لي مركز مالي، مصروفات وايرادات عشان تحدد نتيجه الاعمال او نتيجه النشاط. جاي يا يحيى؟ جاي مثال حالا، بس نعدي الجزئيه دي ونخش على امثله. الاصول بتنقسم الى اصول ثابته واصول متداوله وارصده مدينه اخرى. اصول ثابته، اصول متداوله، ارصده مدينه اخرى. الاصول الثابته بنبقى اشتريناها تم اقتنائها ليس بهدف اعاده بيعها ولكن بهدف استخدامها في مزاوله النشاط. زي ما قلنا اشترينا ارض عشان نبني عليها مبنى يبقى مقر للشركه، مش عشان نبيع الاراضي والمباني دي. ركبنا الات ومعدات في خط الانتاج عشان نستخدمها في مزاوله نشاطنا، عشان ننتج بيها منتج، مش عشان نبيع الالات والمعدات دي. اشترينا سيارات ننقل بيها انتاج الشركه وننقل بيها العاملين، اساس ومهمات مكتبيه لتاسيس المشروع مش بهدف التجاره فيها. دي اصول ثابته كلها. ودي عمليات ايه؟ ايراديه ولا تمويليه ولا راسماليه؟ مشاركه. العمليات المتعلقه بالاصول الثابته دي عمليات مصطفى برافو راسماليه. عمليات راسماليه متعلقه بالاصول الثابته. في نوع تاني من الاصول بنسميه الاصول المتداوله. ده مش حاجات اشتريناها بهدف
استخدامها في مزاولة النشاط؟ لا، ده اشتريناها بهدف اعادة بيعها، بهدف المتاجرة فيها. زي البضاعة، اشترينا بضاعة عشان نتاجر فيها. يعني لو معرض تجارة سيارات اشترى سيارات، هل نقول عليها ان السيارات اصل ثابت؟ نعم ولا لا؟ لا طبعا. يحيى لا طبعا. تمام. ضاحي تمام كده. بضاعة. مكتب تجارة عقارات اشترى اراضي ومباني، نقول عليها اصول ثابتة؟ لا طبعا، دي بضاعة. بس برضو ما تتسرعش في الحكم وتقول ان هي بضاعة على طول. هو اشتراها ليه؟ هو ممكن يكون معرض تجارة سيارات واشترى سيارات، بس ما اشتراهاش عشان يبيعها. ده العربيات دي، الصفقة دي بالذات بالتحديد هو اشتراها عشان يستخدمها في مزاولة نشاطه، عشان تبقى عربيات ينقل بيها الموظفين في الشركة. على الرغم هو بيتاجر في السيارات، بس الصفقة دي من السيارات كان اشتراها عشان يستخدمها في مزاولة نشاطه، تبقى اصل ثابت. وباقي السيارات اللي اشتراها عشان يبيعها بقت بضاعة، اصل متداول. مقر شركة عقارات، مقر الشركة نفسه يبقى اصل ثابت. برافو يا يحيى. انما العقارات، الاراضي والمباني اللي بيبيعها بيتاجر فيها، هي دي اللي بضاعة، اصل متداول. تمام. البضاعة دي بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها بعض الحقوق للشركة، فلوس لينا عند المدينون اللي هم العملاء اللي هم الذمم. 3 مصطلحات في المحاسبة مترادفة: مدينون يعني عملاء يعني ذمم. ودول ناس اشتروا مننا بضاعة على الحساب، لسه ما دفعوش قيمتها، ما دفعوش الثمن. يبقى احنا كمنشأة لينا عندهم فلوس، بيع بالأجل. برافو يا مصطفى. يبقى احنا هنا اشترينا بضاعة ايه؟ بعنا بضاعة للمدينون بالأجل، ما خدناش لسه فلوسنا منهم، فهم مديونين لينا، فبنقول عليهم مدينون. لو العميل في معاملات سابقة بيننا وبينه واشترى مننا بضاعة بالأجل، فاحنا عارفينه، مش محتاجين نضمن فلوسنا. انما لو عميل جديد او عميل معروف عنه ان هو لبط شوية، سوري يعني في اللفظ، هضطر ان انا اضمن حقي لو هو مش هيسدد كاش. فلازم ناخد الضمانات اللازمة زي ما مصطفى كده بيقول، فاضطر امضيه على ورقة تضمن حقي، سواء كانت كمبيالة او سند اذني. في مرحلة متقدمة ان شاء الله نعرف يعني ايه كمبيالة ويعني ايه سند اذني. المهم ان دي اوراق تجارية بتستخدم في ضمان حقوق التجار بينهم وبين بعض، وتسمى بالنسبة لنا احنا كبايع، مضينا العميل على كمبيالة هنسميها ورقة قبض، لان احنا هنقبض من العميل ده قيمة الورقة دي في تاريخ الاستحقاق بتاعها. اذا استثمرنا في اوراق مالية في البورصة فده نظام تجارة يعتبر زي هذا البضاعة، استثمارات في اوراق مالية. وبالمناسبة الاستثمار في اوراق مالية ممكن تكون اصل متداول وممكن تكون اصل ثابت. اذا كانت الاستثمارات في الاوراق المالية بهدف المتاجرة في الاوراق المالية دي، بشتري اوراق مالية من البورصة وبيع، يبقى دي بضاعة بالنسبة لي، اصل متداول. انما لو الشركة قررت ان هي تخش شريك في شركة تانية بتستثمر، تشتري اسهم الشركة دي من البورصة بس مش عايزة تبيعها، لا هتحتفظ بيها عشان تبقى ليها جزء من ايه؟ من حق ملكية الشركة الاخرى. يبقى ده استثمار مش بغرض
اعادة البيع والمتاجرة فيه، وبالتالي ينتقل من الاصول المتداولة الى الاصول الثابتة. يبقى هنا ممكن اضيف هنا بند اسمه استثمارات في اوراق مالية طويلة الاجل، او استثمارات في اوراق مالية بهدف الاحتفاظ مش بهدف المتاجرة. استثمارات في اوراق مالية بهدف الاحتفاظ، استثمارات في اوراق مالية طويلة الاجل اصل ثابت. انما الاستثمارات في اوراق مالية هنا مقصود بيها الاوراق المالية بهدف المتاجرة فيها. بينتج عن بيع البضاعة وتحصيل المستحقات لدى المدينون واوراق العرض تراكم مبالغ نقدية في خزنة المشروع اللي هو الصندوق، او في حساب الشركة الجاري في البنك اللي هي نقدية بالبنك. الارصدة المدينة الاخرى مجموعة من مجموعات الاصول، مجموعة فرعية من الاصول. نعرف بس دلوقتي فيها حاجة اسمها المصروفات المقدمة والايرادات المستحقة. مصروف مقدم، دفعنا ايجار مقر الشركة عن شهر يناير 2012 مع ايجار شهر 11 و12 سنة 2011. تاني، دفعنا 3000 جنيه ايجار مقر الشركة، متأجرين مقر الشركة من الغير، دفعنا ايجار 3000 جنيه عبارة عن ايجار شهر 10 و11 11 و12 من سنة 2011، وكمان ايجار شهر 1 سنة 2012. في نهاية سنة 2012 يوم 31/12 لما اعمل المركز المالي بتاعي بقول ان احنا دفعنا مصروف ايجار شهر يناير السنة اللي جاية مقدم قبل ميعاده، ده مصروف مقدم. تمام يا شباب؟ الاستثمارات في الاوراق المالية تاني عشان يحيى. الاستثمارات في اوراق مالية ممكن نحطها في الاصول المتداولة، وممكن نحطها في الاصول الثابتة. الاستثمارات في الاوراق المالية ممكن نحطها في الاصول الثابتة، وممكن نحطها في الاصول المتداولة. ارجع للغرض. اتفقنا الاصول الثابتة بنشتريها بغرض الاحتفاظ بيها واستخدامها في مزاولة النشاط مش بهدف بيعها. استثمارات في اوراق مالية لو كانت بهدف البيع والمتاجرة فيها تبقى اصل متداول. وصلت يا يحيى؟ تمام يا باشا. وينك يا فاطمة؟ تأخر ساعة ونص، افتقدناكي من ساعة ونص تقريبا. دي المصروفات المقدمة. يبقى كده انا دفعت ايجار شهر 1 شهر يناير سنة 2012 مع ايجار نوفمبر وديسمبر سنة 2011. فلما اجي في نهاية سنة 2012 واعمل المركز المالي بتاعي اقول ان احنا دافعين ايجار شهر مقدم، مصروف مقدم. ايراد مستحق، احنا مأجرين جزء من مباني الشركة للغير، بناخد منه ايجار، ده مصروف ولا ايراد؟ تاني، ها شباب؟ لا، الاوراق المالية مش الفلوس يا يحيى. الاوراق المالية هي الاسهم والسندات المتداولة في البورصة. الاوراق المالية مش مقصود بيها مالية يعني اموال، لا، الاوراق المالية مقصود بيها الاسهم والسندات. السهم هو جزء من رأس مال شركة اخرى، والسند هو قرض ممنوح لشركة اخرى. دي في المحاسبة الاوراق المالية. طيب، يبقى هنا اللي زي ما كل الشباب ردوا كده، ان لو احنا مأجرين جزء من مباني الشركة للغير وبناخد منه ايجار فده ايراد بالنسبة لنا. لو افترضنا ان السنة المالية انتهت وايجار شهري
11 و12 لسه ما حصلناش عليهم، يبقى ده ايراد مستحق لينا لدى المستأجر، حق لينا لدى المستأجر. الاصول هي حقوقنا طرف الغير. تمام، ايراد مستحق. طيب دي الاصول، اصول ثابته ومتداوله وارصده مدينه اخرى. الخصوم وحقوق الملكيه، فيها حقوق ملكيه، راس المال. مبدئيا خلينا في راس المال، الاحتياطيات والارباح المرحله دي هنجيلها بعدين. خلينا نعرف بس ان حق الملكيه هو راس المال، راس المال اللي صاحب المشروع اودعه في مشروعه، ده دين على المشروع اللي صاحبه ويسمى حق ملكيه. حق ملكيه صاحب المشروع للمشروع. وخصوم ثابته او بنسميها التزامات طويله الاجل، ودي ديون على المشروع مدته، ديون على المشروع مدتها اكتر من سنه ماليه. اخذنا قرض طويل الاجل، يعني اخذنا قرض من البنك لمده 3 سنوات، يعني اكتر من سنه، يبقى ده ايه؟ قرض طويل الاجل يتحط في الخصوم الثابته. وقروض السندات اللي هي احد الاوراق الماليه، لا يبقى تاني الخصوم وحقوق الملكيه تشمل حقوق الملكيه، راس المال، دين على المشروع لصاحب المشروع، حق ملكيه صاحب المشروع لمشروعه، وخصوم ثابته او التزامات طويله الاجل، ديون على المشروع مدتها اكتر من سنه زي القروض طويله الاجل. زي ما قلنا اخذنا قرض من البنك لمده 3 سنوات او 5 سنوات، يعني اكتر من سنه، يبقى ده خصوم ثابته. وخصوم متداوله او التزامات قصيره الاجل، فيها الدائنين او الموردين عكس المدينون او العملاء اللي كانوا في الاصول المتداوله. المدينون عملاء بعنا لهم بضاعه بالاجل، ما خدناش لسه فلوسنا منهم. الدائنون ناس احنا اللي اشترينا المشروع بتاعنا، يعني تمام. نرجع تاني، احنا اتفقنا ان راس المال ده حق ملكية، وده يعتبر احد العمليات التمويلية للمشروع. راس المال حق ملكية ويعتبر من العمليات التمويلية. في عمليات تمويلية تانية تتعلق بالخصوم الثابتة او الالتزامات طويلة الاجل، هي القروض اللي بنحصل عليها من الغير، سواء في شكل قروض طويلة الاجل او قروض سندات. يعني نعرف مبدئيا ان الاثنين قروض، الاثنين ديون على المشروع، فلوس اخدناها لتمويل المشروع، ودي غالبا بيبقى مدتها اكتر من سنة مالية، ولذلك تسمى خصوم ثابتة. اما بالنسبة للخصوم المتداولة او التزامات قصيرة الاجل، خصوم المتداولة او التزامات قصيرة الاجل فيها الدائنون او الموردين، عكس زي ما قلنا المدينون او العملاء اللي كانوا في الاصول المتداولة. المدينون او العملاء ناس احنا بعنا لهم بضاعة بالاجل ولسه ما خدناش فلوسنا، فهم اصبحوا مدينون للمشروع، وممكن يبقى مضيناهم على كمبيالة تضمن حقنا، فبالنسبة لنا بقت ورقة قبض. عكسهم في الخصوم المتداولة الدائنون واوراق الدفع. الدائنون تجار احنا اشترينا منهم بضاعة بالاجل،
ولسه ما دفعناش ليهم فلوسهم، اصبحوا دائنين للمشروع. وممكن يبقى احنا كمشروع ماضينا لهم على ورقة كمبيالة او سند يضمن حقهم، فاحنا هندفع لهم قيمة الورقة دي، فدي ورقة دفع خصوم متداولة. وبيظهر معانا كمان القروض قصيرة الأجل، اللي هي القروض اللي مدتها أقل من سنة. يبقى في الخصوم الثابتة بتظهر القروض طويلة الأجل، القروض اللي مدتها أكتر من سنة. في الخصوم الثابتة القروض اللي مدتها أكتر من سنة. وفي الخصوم المتداولة القروض قصيرة الأجل اللي مدتها أقل من سنة. مدتها أقل من إيه؟ من سنة. طيب قبل ما نعدي الحتة دي، لو احنا أخدنا من البنك قرض النهاردة، هنفترض النهاردة احنا 1/1/2011 مثلا، افترضنا ان النهاردة 1/1/2011 أخدنا من البنك قرض لمدة 3 سنوات. يعني القرض ده هيقعد دين علينا لسنة 2011 كلها و2012 كلها، وفي آخر 2012 المفروض أسدد القرض ده. هصنف القرض ده على انه قرض قصير الأجل في الخصوم المتداولة، ولا على انه قرض طويل الأجل في الخصوم المتداولة؟ 1 يبقى قرض طويل الأجل، 2 يبقى قرض قصير الأجل. طويل الأجل تمام، طويل الأجل تمام. ليه؟ عشان مدته أكتر من سنة، 3 سنوات. طيب ده يوم 1 وإيه؟ يوم 1/1/2011. في 1/1/2012 لسه فاضل مدة القرض سنتين، اعتبره قرض طويل الأجل ولا قصير الأجل؟ برضو طويل الأجل، لسه مدته سنتين، أكتر من سنة. طيب في 1/7/2012، في 1/7/2013، في 1/7/2013 فاضل 6 شهور من مدة القرض، يبقى قرض طويل الأجل ولا قصير الأجل؟ شكلنا هنروح كلنا مع بعض الشركة اللي تحت المحيط. يا شباب، العبرة بنشأة الأصل، نشأة الالتزام. الالتزام لما نشأ من 3 سنوات كان طويل ولا كان قصير؟ كان طويل الأجل، يفضل طول عمره طويل الأجل. يا مصطفى انت طول عمرك هيفضل اسمك مصطفى ولا هيتغير؟ يا ضاحي اسمك طول عمره ضاحي ولا هيتغير؟ يا يحيى اسمك هيفضل طول عمره يحيى ولا بيتغير؟ طول عمر اسمك ثابت. العبرة بنشأة البند. يوم ما خدنا القرض خدناه لمدة 3 سنوات، لو فاضل عليه يوم 1 ويتسدد هو برضه قرض طويل الأجل. زين يا شباب. عندنا بنك سحب على المكشوف عكس البنك اللي كان في الأصول المتداولة. في الأصول المتداولة كان عندنا نقدية بالبنك، المشروع فتح حساب جاري في البنك، أودع فيه مبلغ نقدي، ده أصل متداول، حق لينا عند البنك. تسارع وحش يا مصطفى. خلاص الفلوس اللي حطيناها في حسابنا الجاري في البنك حق لينا عند البنك، والأصول حقوقنا، يبقى ده أصل متداول. طيب بنك سحب على المكشوف ده دين علينا، وده مش لأي حد. بنك سحب على المكشوف دين على الايه؟ المشروع. ازاي ينشأ هذا الدين؟ لو عميل ليه في البنك في حسابه الجاري، او لو هو بينشأ غالبا في حالة الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك. فالبنك بيفتح لك حساب جاري، بس حسابك الجاري هنا بيبقى حساب جاري داين، ده البنك هو اللي ليه عندنا فلوس. يعني احنا سحبنا فلوس من البنك واحنا ما عندناش رصيد اصلا.
تمام. فده يعتبر بنك سحب على المكشوف. اما موضوع الفيزا ده حاجة تانية خالص. الفيزا انت بتبقى ليك رصيد في البنك. لو رصيدك في الفيزا، يعني رصيدك في البنك خلص والفيزا بقيت عليها دين للبنك، هنا يعتبر كأنه بنك سحب على المكشوف. سحب بدون رصيد. لو انت بتفتح فيزا بضمان رصيد بنكي فانت ليك فلوس في البنك، فرصيدك هيبقى ايه؟ مش هيبقى بنك سحب على المكشوف. طيب لو رصيدك ده خلص والفيزا دي اللي انت بتسحب بيها بقى عليك فلوس للبنك، ده كده بنك سحب على المكشوف. ليه؟ لان انت مديون للبنك بمبلغ. ارصده داينه اخرى، مصروفات مستحقه وايرادات مقدمه، عكس الارصده المدينه الاخرى في الاصول. نرجع تاني، في الاصول كان في ارصده مدينه اخرى مصروفات مقدمه وايرادات مستحقه. ايجار شهر 1 سنه 2012 اللي اخدناه مع ايجار اللي سددناه مع ايجار شهر 11 و12 سنه 2011 مصروف مقدم. ايجار شهر 11 و12 لما احنا اللي كنا مأجرين مبنى للغير، وايجار شهر 11 و12 لسه ما حصلناش عليهم ايراد مستحق، حقوق لينا، يبقى اصول. انما الارصده الداينه الاخرى دي ديون علينا، مصروف مستحق. شهر 12 خلص، السنه الماليه خلصت، يعني هو في الغالب يفترض ان البنك لازم يبقى فيه ضمان معين للسحب على المكشوف يا ضاحي. لان طبعا انت عارف موضوع ايه؟ نهب البنوك، تمام، وسرقه الاموال البنوك واختلاسها والسفر للخارج. فيفترض ان البنك لازم يبقى عنده ضمانات تكفي ان هو يدي سحب على المكشوف. المصروفات المستحقه مصروف يخص العام المالي الحالي، بس لسبب من الاسباب السنه خلصت ولسه ما اتسددش. سنه 31/12 عدى وايجار شهر 12 لسه ما اتسددش، ده دين علينا، مصروف مستحق. الخصوم ديون علينا، ايراد مقدم. احنا اللي كنا مأجرين مبنى للغير، هو بيدفع لنا ايجار شهر 12، قال لنا ده انا مسافر شهرين، فعشان الايجار ما يتاخرش عليا انا هديلكم شهر 1 و2 السنه اللي جايه مقدم. لما اجي اخر السنه اقول ايه؟ عندي ايجار شهرين مقدم، ايراد ليا، ايراد مقدم، دين عليا لغايه دلوقتي. ليه؟ لان لسه الخدمه ما اتادتش. الخدمه الانتفاع من المبنى هيتم في شهر 1 و2، وشهر 1 و2 لسه ما جوش، يبقى ده ايراد مقدم. ننقل بقى للحسابات الخاصه بنتيجة الأعمال. المصروفات هنقراها بسرعة كده عشان الوقت بيجري. مشتريات البضاعة، مصروفات نقل المشتريات اللي هو نقل للداخل، الرسوم الجمركية اللي بتسددها على المشتريات، التأمين على المشتريات، بندفع عمولة على المشتريات، الخصم المسموح به اللي هو الخصم المدين أو خصم المبيعات، هنجيله بالتفصيل بعدين. مصروفات نقل المبيعات اللي هو نقل للخارج، عمولة المبيعات، العمولة بندفعها على البضاعة اللي بعناها، بندفع لمندوب المبيعات عمولة. مصروف ولا إيراد؟ مصروف ولا إيراد يا شباب؟ عمولة المبيعات بندفع على مبيعاتنا عمولة لمندوب المبيعات، مصروف. المبيعات نفسها إيراد، لكن العمولة اللي ندفعها على المبيعات مصروف. مصروفات لف وحزم المبيعات اللي هي مصروفات التعبئة والتغليف، مصروفات الدعاية والإعلان أو مصروفات البيع والتوزيع، مرتبات الأجور والمهاية، مصروفات الإنارة والمياه والتليفون والبريد والتلغراف، الهدايا والإكراميات، التأمين ضد حوادث ومخاطر العمل اللي هو ضد الحريق والسرقة، مصروفات خصم أوراق القبض اللي هو محاسبيا بتسمى الأجيو. المحاسبين اللي معانا، الأجيو هو إيه؟ مصروفات خصم أوراق القبض، هنشرحها بالتفصيل بعدين. يعني إيه مصروف خصم أوراق القبض؟ يعني إيه أجيو؟ الأدوات الكتابية المستهلكة، المصروفات الإدارية والعمومية،
المصروفات القضائية، المصروفات النثرية، المصروفات الصيانة، يعني اي مصروف بندفعه. مصروف الايجار اللي هو الايجار المدين، ما دام مصروف يبقى مدين عشان المصروفات مدينة، مش اتفقنا؟ مصروفات الفوائد، لو احنا اخدين قرض بندفع عليه فايدة تبقى مصروف فوائد، فوائد مدينة. ديون معدومة، خسائر بيع الاصول الثابته، الخسائر الراسماليه، تعويضات الغرامات المسدده للغير، كل دي مصروفات. الايرادات مبيعات، ايرادات اوراق ماليه. الاوراق الماليه احنا قلنا فين يا شباب؟ اين تصنف الاوراق الماليه؟ في الاصول، سواء ثابته او متداوله. الاصول المتداوله او الثابته. يحيى اصول ثابته او متداوله حسب الغرض زي ما اتفقنا. تمام؟ بغرض البيع او بغرض المتاجر. تمام، دي الاوراق الماليه نفسها. لكن ايراد الاوراق الماليه سواء كانت للمتاجره او للاحتفاظ بيها، سواء كانت اصل ثابت او متداول، ايرادها اللي بنسميه ايراد الاستثمارات يدخل في الايرادات، ما يخشش في الاصول. ايه ايراد الاوراق الماليه؟ دلوقتي احنا اشترينا اسهم شركة وكنا مشترينا عشان نتاجر فيها. اشترينا الاسهم في شهر 7 سنة 2011، وبعدين سعرها في البورصة تدهور شوية، فقلنا خليها لما سعرها يتحسن في السوق نبيعها. السنة المالية خلصت وجات الشركة مصدرة الاوراق المالية دي اللي هي مصدرة الاسهم وزعت ارباحها. فاحنا قلنا احنا معانا اسهم في الشركة، من حقنا ناخد من ارباح الشركة. اخدنا ارباح الاسهم دي زي ما ضاحي كده قال، فارباح الاسهم دي بيعتبر ايرادات اوراق مالية او ايرادات استثمارات، بيدخل فيه الايرادات. ايراد العقارات لو احنا مأجرين عقار للغير، ايجار داين، ايراد لينا. ايراد الفوائد لو احنا بقى اللي مدين قرض للغير بناخد عليه فايدة، تبقى فايدة داينة، ايراد فوائد. ارباح بيع الاصول الثابته، الارباح الراسماليه، الديون المعدومه المحصله، التعويضات والغرامات المحصله، الخصم المكتسب، خصم الداين، خصم على المشتريات، ده ايراد ويبقى داين. لا يضاحي برضو لو اشترينا اسهم اخرى بغرض الاحتفاظ بيها، برضو ايرادها هيخش في الايرادات الاستثمارات، في ايرادات الاوراق الماليه. افصل الاصل عن عائد الاصل ده. الاصل هو اوراق ماليه طويله الاجل او قصيره الاجل، العائد بتاعه هو ارباحه، ده ايراد بصرف النظر عن هو اصل ثابت ولا متداول. نرجع تاني، في عندنا في المصروفات الديون المعدومه مصروف، وفي عندنا في الايرادات الديون المعدومه لما اتحصلت بقى بقت ايراد. الحته دي مهمه جدا هنرجع لها بعدين، خليكم فاكرينها معانا. مين كان عايز مثال عملي؟ ايمان، يعني ايه بنحطهم في انت تقصدي ايه اللي بنحطهم فين؟ الايرادات، ايرادات الاستثمارات ولا ايه بالظبط؟ الايرادات بنحطها في قائمه الدخل. احنا اتفقنا ان في قائمه الدخل او لما احدد نتيجه اعمال المشروع بقول ايرادات ناقص مصروفات، احدد بيها ربح وخساره. فوانا بجمع ايرادات المشروع بحط ضمنهم ايرادات الاوراق الماليه. اول مثال عملي، احنا فاضل لنا 8 دقايق، فنحاول ان احنا بسرعة مع بعض. في مالي العمليات التي تمت في محلات الإيمان خلال شهر يناير 2011. المطلوب تحليل العمليات السابقة إلى أطرافها المدين وداين. مين مدين ومين داين؟ قول لي بقى. وهنطبق القاعدتين. لما في حد كان بيقول لي في قاعدة تانية وقلت له هنرجع لها. احنا قلنا قاعدة الزيادة والنقص. الأصول
مدينة، لما تزيد تبقى مدينة، ولما تنقص تبقى داينة. صح؟ ده قاعدة الزيادة والنقص بتحدد لي المدين والداين. الأصول لما تزيد تبقى مدينة، ولما تنقص تبقى داينة. الخصوم اللي هي الالتزامات وحقوق الملكية لما تزيد تبقى داينة، ولما تنقص تبقى مدينة. ثاني، الأصول زيادتها يخليها مدينة، نقصها يخليها داينة. الخصوم اللي هي الالتزامات وحقوق الملكية لما تزيد تبقى داينة، ولما تنقص تبقى مدينة. صح؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ تمام. القاعدة الثانية بقى قاعدة الآخذ والعاطي، ودي قلناها في الأول برضو. الآخذ مدين والعاطي داين. لما أخدت من ضاحي 100 جنيه عشان محفظتي نسيتها في البيت، وقلنا بقيت أنا مدين له ب 100 جنيه، بس ما تطالبنيش بيها ضاحي. يبقى هنا الآخذ مدين والعاطي داين. القاعدتين دول تعالوا نستخدمهم في تحديد العمليات، تحليل العمليات إلى مدين وداين. واتفقنا حتة مدين وداين ده المحاسب المالي. انت بتشتغل دلوقتي، كل الشركات تشتغل حسابات على الكمبيوتر. كل اللي عليك تقول للكمبيوتر احنا سددنا مرتبات نقدا، يبقى مين مدين ومين داين، والكمبيوتر عليه بقى يخلص كل حاجة ويطلع لك في النهاية نتيجة اعماله مركز مالي. انت قلت له بقى مدين وداين غلط، يبقى المحصلة النهائية ان مخرجات النظام المحاسبي هتبقى مع الشركة اللي راحت قاع المحيط. اول عملية، اشترى المحل بتاعنا، يعني مشروع بتاعنا، اشترى بضاعة قيمتها 20,000 جنيه من محلات عمر، ودفع القيمة بشيك على البنك. اشترى المحل بضاعة، ادي بضاعة اهي، بضاعة طرف في العملية. اصل لما اشتريناه زاد، دفع القيمة بشيك على البنك، رصيدنا في البنك زاد ولا نقص؟ الشاتنج بسرعة زاد. لا نقص ليه يا يحيى؟ البنك رصيدنا في صح نقص بالظبط. ضاحي ازاي يا ضاحي زاد ويا ايمان ازاي البنك زاد؟ ده احنا اللي بندفع بشيك على البنك، رصيدنا في البنك ايه اللي حصل له؟ نقص. لخبطونا. ايوه صح يا ايمان كده. ايوه تمام كده. يبقى هنا اشترينا بضاعة، البضاعة زادت، دفعنا القيمة بشيك على البنك، رصيد المشروع في البنك نقص. على محلات عمر يا ضاحي لو هو ما قاليش دفعنا بشيك خلاص، فمحلات عمر ما هياش طرف في العملية. احنا اشترينا من محلات عمر، بس محلات عمر خدت فلوسها، لا ليها عندنا ولا احنا لينا عندها، لا هي دائن ولا مدين. طيب وفقا لقاعدة الآخذ والعاطي، البضاعة خدت مننا فلوس عشان ايه؟ نشتري البضاعة، هي الطرف الآخذ مدين، والبنك هو اللي دفع قيمة البضاعة، هو العاطي، يبقى هو الطرف الداين. مدحت تمام؟ يبقى البضاعة اشترينا بضاعة، البضاعة اخدت ثمن البضاعة زادت، البنك سددنا منه القيمة بشيك، يبقى البنك هو اللي اعطى، هو الداين. يبقى لما تيجي للكمبيوتر وتدخل له مدخلات النظام المحاسبي بتاعنا، تقول له البضاعة زادت والبنك ايه؟ نقص. الكمبيوتر يفهم على طول ان البضاعة تبقى مدينة والبنك يبقى داين، يروح عامل قيد يومية يخلي فيه البضاعة مدينة والبنك داين، وتبقى كده الشركة خرجت من قاع المحيط ونجحت. البضاعة وفقا لقاعدة الزيادة والنقص، البضاعة أصول متداولة. تفتكروا البضاعة اللي بينتجر فيها أصول متداولة وزادت، لما اشترينا البضاعة زادت تبقى
الاصول لما تزيد تبقى مدينة. البنك اصل برضو، اصل متداول، نادية بالبنك. لما سددنا القيمة بشيك الاصل ده نقص، والاصول لما تنقص تبقى شاتنج بسرعة داين. تمام. ما يا شباب مركزين اهو، بسم الله ما شاء الله. يبقى هنا البضاعة اصل زاد بقي مدين، البنك اصل نقص بقي داين. نقطة تانية، دفع المحل مرتبات الموظفين وقيمتها 5000 جنيه نقدا. مرتبات نقدا. المرتبات اصل، اصول ولا خصوم ولا مصروفات ولا ايرادات؟ مش هتنجي بسرعة. من النادية للمرتبات. ليه يا يحيى استعجلت ليه؟ مش ايمان قالت لك بلاش التسرع؟ تاني السؤال بالتحديد. دفعنا مرتبات الموظفين، هل المرتبات اصول ولا خصوم ولا حقوق ملكية ولا مصروفات ولا ايرادات؟ احنا عندنا 4 مجموعات. المرتبات مصروف يا شباب، المرتبات ايه؟ مصروف. خلاص، هذا المصروف احنا كل ما بنسدد مصروفات يبقى المصروفات خدت فلوس من الشركة، تبقى هي الطرف الاخذ مدين. ولان سددناها نقدا يبقى الخزنة هي اللي سددت القيمة، هي اللي دفعتها، بقت هي الطرف العاطي هي الدين. وفقا لقاعدة الاخذ والعاطي بالمصروفات اخذت الفلوس من الخزنة، فالمصروفات مدينة والخزنة دينة. وفقا لقاعدة الزيادة والنقص، المصروفات تؤدي الى نقص رأس المال، نقص حقوق الملكية. قاعدة محاسبية مهمة جدا. المصروفات تؤدي الى نقص رأس المال، والايرادات تؤدي الى زيادة رأس المال. يبقى المصروفات بتنقص رأس المال، ورأس المال حق ملكية، لما بينقص يبقى ده مدين. الخزينة اصل، لما سددنا نقص، الفلوس اللي في الخزنة نقصت، بقت هي اللي داينة. باع المحل بضاعة ب30,000 جنيه الى محلات حسن على الحساب. بعنا بضاعة، البضاعة طرف بس ما حصلناش الثمن، يبقى ده ايه؟ دين علينا للمورد حسن، باع سوري، دين لينا عند العميل حسن. يبقى العميل حسن، محلات حسن دي اللي هي المدينون، هي اللي اخدت، هي اللي مدينة، خدت مننا بضاعة وما دفعتش القيمة. البضاعة هي اللي ادت لحسن، هي العاطي بقى، هي الطرف الثاني، هي الطرف الداين. بعنا بضاعة بالاجل، البضاعة نقصت لان بعنا منها جزء، والبضاعة اصل لما ينقص يبقى داين، وبالتالي هي طرف عاطي برضه، هي اللي ادت لحسن، يبقى هي اللي داينة. محلات حسن اخذت مننا بضاعة ما سددتش قيمتها، هي طرف اخذ مدين، وهي بالنسبة لي عميل مدينون. احنا اللي لينا عندها فلوس ولا هي اللي ليها عندنا؟ احنا اللي لينا عندها فلوس. يعني اي فلوس لينا عند الغير تبقى حقوقنا، اصولنا. فده اصل زاد بايه؟ مدين. احنا ما كانش لينا فلوس عند حسن، اصبح لينا عنده 30,000 جنيه. الدين اللي لينا عند حسن زاد من 0 الى 30,000، اصل زاد يبقى مدين. 5 دقايق يا شباب بالظبط، 5 دقايق ان شاء الله ننهي المحاضرة. حصل المحل ايراد شهادات استثمار 10,000 جنيه بشيك او دعوا البنك.
حصل المحل ايراد شهادات استثمار 10000 جنيه في شيك اودعه البنك، يبقى في ايراد وبنك، ايراد وبنك، ايراد وبنك. حصلنا حطينا في البنك، البنك هو اللي اخذ، خد فلوس مدين، والايراد ده هو اللي اعطاه الفلوس دي، هو اللي داين. وفقا لقاعدة الزيادة والنقص، البنك اصله زاد يبقى مدين. رصيدنا في البنك لما حطينا فلوس في البنك او دعناها في البنك، رصيدنا في البنك زاد، الاصل اللي هو البنك زاد بقى مدين. واتفقنا ان الايرادات بتزود راس المال، وراس المال لما يزيد يبقى داين. تاني، المصروفات بتنقص راس المال تخليه مدين، المصروفات بتنقص راس المال تخليه مدين. واضحه؟ واضحه يا شباب؟ مصروفات تنقص راس المال تخليه مدين، المصروفات طول عمرها مدينه، اوعى في يوم من الايام تخلي مصروف داين. اوعى كمحاسب تخلي مصروف داين، خطأ محاسبي جسيم، والاخطاء المحاسبيه الجسيمه تودي الشركه قاع المحيط. الايرادات تزود راس المال تبقى داينه، اوعى تخلي في يوم من الايام ايراد مدين، الايرادات على طول داينه، الايرادات بتزود راس المال تخليه داين. خلاص؟ حصل المحل نص الدين المستحق على محلات حسن. احنا لما بعنا بضاعة الحسن وقلنا احنا لينا فلوس عند حسن، فحسن مدين بيها، النهاردة بنحصل منه نص فلوسنا، يبقى حسن والنقدية، النقدية اخذت فلوس من حسن بقت مدينة، وحسن هو اللي اعطاها الفلوس دي دين. يعني الخزنة اتحطت فيها فلوس اصل زاد بقي مدين، وحسن باعتبار ان هو عميل يعني مدينون، يعني اصول متداولة، لما حصلنا نص فلوسنا اللي لينا عنده، الدين اللي لينا عنده نقص، فاصل نقص بقي داين. تاني يا شباب ولا واضحة؟ تمام يا مصطفى، من حساب النقدية لحساب المدينين. واضحة؟ تمام. اوكي، ننقل للنقطة اللي بعدها. اشترى المحل سيارة جديدة لنقل البضاعة، سيارة لنقل البضاعة ولا سيارة نبيعها؟ سيارة عشان ننقل بيها البضاعة، تبقى اصل متداول ولا ثابت؟ ثابت. تمام. يحيى برافو، ايمان برافو، رضوى، رويدة سوري، رويدة، وائل. تمام. اشترينا سيارة لنقل البضاعة ب60,000 ودفعنا نص قيمتها نقدا والباقي على البنك. السيارات اخدت بقت مدينة، والخزنة والبنك مع بعض الاثنين هم اللي اعطوا، هم اللي داين. السيارات اشترينا سيارة، دفعنا من البنك والخزنة، يبقى السيارة خدت الفلوس والبنك والخزنة هم اللي ايه، هم اللي دفعوا، هم العاطين هم اللي داين، الاثنين مع بعض. السيارات اصل ثابت زاد بقي مدين، والخزنة والبنك اصلين متداولين نقصوا بقوا داينين. خلاص بدأت القاعدة تمشي معانا. اشترى المحل اساس جديد من محلات الاساس العصري، اساس من محلات الاساس العصري على الحساب. الاساس اخذ مدين، ومحلات الاساس العصري اللي هم الدائنين هم الطرف العاطي هم اللي داين. الاساس اصل ثابت زاد لما اشترينا بقي. تمام يا يحيى، احنا بنتعامل مع اصل، مع ايه، مع شخصية معنوية المشروع، فبنعبر عن الاصول بتاعت المشروع ده.
الاساس لما اشترينا اساس الاصل زاد بقي مدين، محلات الاساس العصري بقي على الحساب، بقي ليها عندنا فلوس، بقت دينانا بالفلوس، واحنا اتفقنا اي ديون علينا تبقى خصوم التزامات. الالتزام اللي علينا، الديون اللي علينا زادت لما اشترينا بالاجل، يبقى الالتزامات او الخصوم زادت تبقى دينه. اشترينا اساس اصل زاد بقي مدين، وتبقى محلات الاساس العصري ليها عندنا فلوس دينانا بيها هي طرف الدين. نقطتين يا شباب ونخلص. باع المحل آلات قديمة، باع آلات قديمة إلى محلات البرعي على الحساب. الآلات محلات البرعي خدت مننا آلات اشتريتها مننا على الحساب، بقت محلات البرعي اللي هم المدينون هي اللي أخدت، هي اللي مدينة، والآلات هي اللي أعطتها، هي اللي دينة. محلات البرع احنا لينا عندها فلوس يبقى اصل، لو هي اللي ليها عندنا فلوس تبقى خصوم. محلات البرعي بعنا لها بضاعة بعنا لها آلات بالاجل، يبقى احنا لينا عندها اصل زاد بقي مدين، الآلات اصل ونقص بت هي اللي دينة. القاعدة دي واضحة؟ النقطة دي تخش على اخر نقطة ولا ايه؟ يلا يا وائل بسرعة. ها تمام. اخر نقطة عندنا، سدد المحل الدين المستحق عليه لمحلات الاساس العصري. محلات الاساس العصري كانت دينانة ب25,000 جنيه لما اشترينا منها اساس بالاجل، ليها عندنا فلوس، احنا هنا بقى بنسدد لها فلوسها نقدا. يبقى محلات الاساس العصري اخذت مننا الفلوس بقت مدينة بيها، والخزينة هي اللي دفعت لها، هي اللي دينة. يبقى محلات الاساس العصري كان ليها عندنا، يعني هي دائنون، يعني هي التزام خصوم، لما دفعنا لها فلوسها الديون اللي علينا نقصت بقت مدينة. والخزينة لما سددنا فلوس لمحلات الاساس العصري الفلوس اللي في الخزنة كأصل نقصت، تبقى هي اللي داينة. دوركم يا شباب. هسيب دقيقة عشان اللي هينزل الفيديو بعد كده تمرين راجع نفسك وشوف انت وصلت لايه. وعندكم الايميل، بعتولي على الايميل حلولكم ونشوف اخباركم ايه ونرد عليكم ان شاء الله. تمرين من عدة نقاط قريبة جدا من اللي احنا اخدناهم. حلل العمليات الاطراف مدينة ودينة. ابعت لي على الايميل rajab_phd@yahoo.com. ابعت لي حلولك وارائك في الحالة اللي قدامنا، وان شاء الله ارد عليكم بنتيجة مراجعة الحلول. نشوفكم ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية الساعة 8 صباحا، تكونوا راجعتوا الاجزاء دي. المرة اللي جاية هنخش في استخدام البيانات اللي احنا قلناها، ونخش بقى عملي في الجد بقى، ونبدأ نتكلم على الدورة المحاسبية، تسجيل معاملات في دفتر اليومية وترحيلها لدفتر الأستاذ. الكلام ده لو ما رجعناش الجزء بتاع المحاضرة دي يفترض ان انا مش هقول يعني ايه مدين ودين تاني خلاص. فانا هنقرا العملية مع بعض واقول لك القيد اليومية على طول، مين مدين ومين داين. ليه بقى؟ تبقى انت لما تراجع المحاضرة ان شاء الله كويس هتلاقي نفسك ماشي معانا ان شاء الله كويس، والدنيا بالنسبة لك مفيش مشاكل. حد ليه اي استفسار في محاضرة النهاردة؟ عموما لو في اي استفسارات مع حلولكم ابعتوها لي على الايميل، عشان وقت الكلاس احنا عدينا الساعتين ومفروض متاح لنا ساعتين.
ملف البي دي اف هبعته لك يا ضاحي. ابعت لي على الايميل بتاعك على الايميل بتاعي، وهبعت لك ان شاء الله ملف البي دي اف. مصطلحات انجليزي يحيى، نضيف مصطلحات انجليزي يا يحيى، مفيش مشاكل، مفيش اي مشاكل يا ضاحي، نضيف لك مصطلحات انجليزي. هحط لك يا يحيى، يا مين باعت هنا، رويدة، نبعت لك يا رويدة، هحط لكم على المنتدى ملف البي دي اف بتاع المحاضرة من عناية. عايزة تعملي يا ايمان دبلومة في المحاسبة يا ايمان؟ ممكن يا فاطمة هيبعت لك على المنتدى. لو يعني عايز اعرف الدبلومة في ايه يا ايمان، وان شاء الله ابعتي لي على الايميل قولي لي انت هتعملي دبلومة في ايه، وان شاء الله ايه نقدم لك النصيحة الممكنة. في النهاية يا شباب، اي حد عنده اي اسئلة او اي استفسارات يبعت لي على الايميل، وان شاء الله ربنا يوفقني وارد عليه. نشوفكم ان شاء الله في المحاضرة جاي يوم الجمعة الساعة 8 صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.